هذه هي الحلوه اللي شاركت معكم في ستوري، وكل شيء كيسولني على المقادير. اليوم تلبيه للطلب ديالكم حضرتها معكم، جربوها، يعني شي حاجه رائعه، والاهم انها سهله وكتحضر في 5 دقائق فقط. 3 حبات من البيض. بسم الله، بسم الله. والبيضه الثالثه، بسم الله. ثم نحتاج لكيس واحد من سكر منسم من نكهه الفانيليا. استعملي اللي عندك، السائله او الباودر، ما عندكش استعملي غير قشور الليمون الحامض اولا القشره ديال الحامض. ثم نحتاج لكأس من السكر، ما يعادل 120 غرام من السكر. ما عندكمش كأس باش تاخذوا القياسات، علبة الزبادي الفارغة فقط خذوا بها جميع القياسات. عندي 120 غرام من السكر، سكر حبيبات. وخلطي هاد المكونات جيدا. فغادي نخلطو غير بالخلاط اليدوي، راه ساهله، يعني 5 دقائق مده التحضير ديالها. صافي. من بعد ما خلطنا، هنا نحتاج الحبتان من الجبن. عندكم الجبن المثلث استعملوه، ما عندكم فقط المربع استعملوه، ما عندكمش الجبن المربع عندكم الجبن ممكن تستعملوه. يعني ممكن تعوضوا بملعقتان كبيرتان من الجبن، اي نوع جبن توفر عندكم، او ممكن تعوضوا بجبن مثلث او مربع. وخلطي مرة أخرى جيدا على هذا الشكل. حاولي أن هذا الجبن ما أمكن يذوب. إلا تبقاو يعني قطع صغار ماشي مشكل، لكن حاولي ما أمكن أنك تذوبي قطع الجبن. ثم نحتاج الكأس من الزيت النباتي. كأس من الزيت النباتي ما يعادل 120 مليلتر من الزيت النباتي. خلطوا مرة أخرى جيدا. ثم هنا عندي كأس من اللبن الرائب. ممكن انكم تستعملوا اللبن الرائب، كيف ما ممكن انكم تستعملوا الحليب او علبه واحده من الياغورت او الزبادي بنكهه الموز او الفانيليا اللي كتفضلوا، يعني اللي توفر عندكم. وممكن انكم تعوضوا بكأس واحد من الماء، لكن دائما لتعزيز النكهه فيفضل انكم تضيفوا يا اما الزبادي الرايب، اللبن اللي كنشربوا مع الكسكسو، كاس اللبن، اولا كاس ديال الرايب، اولا كاس ديال الياغورت اللي توفر عندكم. ونخلطوا مره اخرى. ثم نوضع هذا الخليط جانبا، ونحتاج لتفاحه واحده. ناخذ هذه التفاحه ونحاول اني نبشرها في المبشره او الحكاكه، ثم نحطوها بقشرتها. فهذه هي التفاحه مباشره نضيفوها للخليط ونخلطو مره اخرى. ثم هنا غادي ناخذ القياسات بالملاعق. هذه هي الملعقه اللي استعملت، الملاعق الكبيره. هنا نحتاج 4 ملاعق كبيره من جوز الهند المبشور او الكوك. عندي 4 ملاعق كبيره، الملعقه الاولى، ثم الثانيه، الثالثه، والرابعه. ونحتاج ايضا الملعقه كبيره من القرفه. نحتاج الكميه من الجوز اللي يعني هرمشتها غير بيدي على هذا الشكل.
ونحتاج ل8 ملاعق من دقيق الفينو او السميد الناعم جدا، دقيق ديال الفينو، ماشي السميده رقيقه ولكن دقيق ديال الفينو. نحتاج ل8 الملاعق، 1 2 3 4 5 6 7 8. ودائما ما تنساوش رشه ملح، راني ضفتها فقط ما نوضحهاش في الفيديو، رشه ملح لتصحيح الذوق. ثم نحتاج الكيسين من خميره الحلويات او البيكنج باودر، كل كيس يزن 7 غرامات، اي مجموع كميه البيكنج باودر اللي عندي هي 14 غرام. ممكن توضعوا 14 غرام او 16 غرام، لكم الحريه. فقط هادو هما المكونات، ثم نخلطوا هذا الخير. بسم الله، نخلطوا جميع المكونات. فهذا هو القوام. من بعد ما خلطت المكونات مباشره ناخذوا القالب اللي غنوضعوا فيه الحلوى ديالنا. بالنسبه للقالب دهنته بالزبده، فرشتوا بورق الزبده، ممكن نتوما تفرشوها او لا بلاش. لاحظوا القوام ديال الخليط، فراه سائل نوعا ما، لكن راه غادي يزيد يتشرب، ما تخافوش. مباشره نسكبوا الخليط. شفتوا هذه راه ضروري تجربوها، الا ما جربتوهاش يعني ضيعتوا بزاف. جربوها وغتفكروني. بالنسبه للقطر القالب اللي استعملت هو 24 سنتيمتر. نفرغوا الخليط وندخل الكيكه الفرن مسخن مسبقا على درجه حراره 180، النار من الاسفل حتى نلاحظوا انها تحمرت من الجوانب، ثم نشغلوا عليها من الاعلى. مده الطهي ما بين 20 حتى 25 حتى 30 كاقصى درجه، اقصى وقت في الفرن. طيابها بحال طياب الكيك العادي. ندخلها للفرن ونخرجها، لكن عفوا قبل ما ندخلها للفرن هنا غادي نزينها برقائق اللوز من الوجه. من بعد ما وضعت رقائق اللوز ندخلوها للفرن، وهذا هو الشكل ديالها من بعد ما خرجتها من الفرن. هنا نكونوا متفقين راها تحمرت ليا شويه يعني من الفوق، ولكن راها ما محروقاش، يعني غير محمره فقط. غادي نقلبها معكم. نزولوا انا شوفوا ما شاء الله راه كتجي خطيره. وكتجي مشربه كأن سقيناها، رغم انها ما مسقياش نهائيا. نقلبها للوجه الثاني. ثم هنا عندي شويه ديال الكراميل غادي نزينها به. انا هنايا راه قدمتها معكم وهي مازال سخونه، نتوما خليوها حتى تبرد تماما عاد تقدموها. فشوفوا ليا ما شاء الله كيفاش كتجي. فشوفوا ما مسقياش ما مشرباش وكتجي طريه. فهنا غنزينها بشويه صوص كراميل. هنا كما العاده اكيد غادي نقطع لكم قطعه تشوفوا القوام ديال الكيك ديالنا كيفاش كيجي. فشوفوا ما شاء الله. جربوها، خطيره بما للكلمه من معنى. سهله سريعه وبنينه بنينه بنينه بنينه. هذه ضروري تجربوها. بسم الله. جربوه وبالصحه والراحه.